انت يا بنتي اللي جوه. نعم يا ماما. خلصت يا بنتي اللي وراكي ولا لسه؟ ايوه يا ماما، خلصت كل اللي وراي. عملت ايه؟ غسلت؟ عملت عملت المواعين وعملت كل حاجه قلت لي عليها. وسيقتي وخلصت كل اللي وراكي كله؟ وسيقت وعملت كل حاجه. بقول لك ايه يا عشان حماتي؟ الجمعة عليك، جمعة الطبيخ عليك، عايزين بقى اكل زي الناس. ان شاء انت الله. نفسك ما يعلم بها الا ربنا. وسلفتك بقى عليها الطيور وعليها الحاجات بقى التانية اللي تحت في الدار من تحت. ان شاء كل الله يا واحد حماتي. بقى يعرف اللي وراه. وشوفوا شغلك وشوفوا مصلحتك عشان الناس ما تضحكش علينا. بقول لك ايه يا حماتي؟ احنا يلا انت عايزين وهي ما ناكل. شوفكوش قاعده انت وسلفتك مع بعض. انت وسلفتك ما شوفكوش بتسهروا خالص، انا في فاهمه حته ولا وهي لا؟ في حته هنتساهل فيها. ايوه، ما انا بقول لك يعني. حاضر. مش عايزاكوا تقعدوا تسهروا، انتوا بتتفقوا عليا. بنتفق احنا برضو، هنتفق عليكي برضو. ايوه بتتفقوا عليا، امال ايه؟ لا. انا مش عايزاكوا حلوين مع بعض. انا بحبكوا دايما متخاصمين. لا، واحنا هنتفق فين يا حماتي بس؟ ايوه. بقول لك ايه، بس احنا عايزين ناكل لحمه. انت بتاكلنا كل يوم عيش ومخلل، ده ينفع؟ احمد ربنا يا اختي اللي انت لاقياه، غيرك مش لاقيه. انا بحمد ربنا وكل حاجه، بس انت بتاكلنا كل شهر مره واحده لحمه، والشهر اللي بعده مره واحده سمك، يعني كل شهرين لحمه وكل شهرين سمك. احمد ربنا، بعد كده هتاكلي كل سنه مره لحمه وكل سنه مره سمك. ليه بس؟ ده عيالك بيجوا حتى في اليوم اللي انت عامله فيهم لحمه بتعزميهم، واحنا ما بنتهناش عليها ولا بناكلها انت حتى. يا بنتي بس الاكل عيال البنات يا بيه. انا مش بصلهم، بس زي ما بتعاملي عيالك عاملين. برضو وانا بعملكوش. يلا الحمد لله يا حمادي. فين ده احمد بس؟ ربنا يا اختي، غيرك مش لاقيه. الحمد لله. ايوه، كل لو عيش ومخلل، ماله العيش والمخلل يا بنتي والخضار، احمد ربنا. غيرك بينقي من الزباله وبياكل. انا حمد ربنا وكل حاجه، بس كل حاجه في فلوسك، حتى عيالك بيشتغلوا ويديلك فلوس، في الفلوس في ايديك يعني اما انا حتى. مخلفاهم ومربياهم ومديهولكم رجاله ليه يا اختي عالجاهز؟ ماشي بس مش ما علشان يشتغلوا ويدوني. بس ما تحرميناش احنا بقى. جوزك كان بيحرمك. هو انا جوزك كان حرمكم بيشيل من كل ايه يا حاجه في اختي؟ ايديك. اسم الله عليك، انا حرمتك يا بنتي من حاجه يا بنت؟ يلا يا بنتي امشي مجري، شوف اللي وراك، شوف الفراخ بدت كده يا بنتي، يلا. ده أنا ولا اقول لك استني، سيب شويه الفراخ، انا اقوم انا الم البيض بتاعها. استنى، انت مالك ومال الفراخ اللي انا اوعي تيجي يم شارياها؟ الفراخ، انا بقول لك اهو ما تجيش يم الفراخ. ده حتى الفراخ انا اللي شارياها بفلوسي، وانا اللي جايبه لها اكل بفلوس، وفي الاخر لما باضت بيضه قلت للعيال تاخدها تبيعيها. حرام شوفي يا عليك. اختي، ان كان عاجبك. عاجبني ايه بس؟ هي دي عيشه؟ ان كان عاجبك يا هي اختي دي عيشه؟ حرام عيشتنا. عليك. احمدي ربنا، غيرك انا مش حمد لاقي ربنا العيش. وكل حاجه، بس اللي انت بتعمليه ده ما ينفعش. غيرك مش لاقي يا قلب ام. ما ينفعش. ما تجيش جوزك ما يم كانش الفراخ. بيعمل كده معاك. هو كان انت شايله كل حاجه في ايديك. احنا في العيلة ما فيش واحدة تربي فراخ لوحدها ولا واحدة تعمل حاجة. ماشي، بس البيض ما تاخدوش تبيعيه. انا قلت بيض حلو العيال ياكلوه. اقوم افقشهم لهم، اعمل لهم بيهم سندوتشات الصبح وهم رايحين المدرسه. هو انا يا بنتي بحوش منك البيض؟ ما انا ببحولك بالفلوس، مش احسن ما تروحي تلف عليه من ما انت برا؟ ما بتدينيش الفلوس يا حماتي. فين الفلوس ما بتاعتك؟ احنا في العيلة، انتوا مش في العيلة. طالما احنا في العيلة ممنوع واحدة تربي حاجة بس لوحدها. انا عايزه عيالي ياكلوا كويس. ما عنديش كده. ما عنديش كده، واحمد ربنا على انت كنت العيش. بتاكلي عيالك ايه؟ كنت باكلهم يا اختي زي ما انت بتاكلي. والله. امال ايه؟ امال فين؟ ده بيقولوا لي احنا كنا بناخد سندوتشات لحمه واحنا رايحين المدرسه الصبح. لا يا شيخ. والله. اه. ايام بقى كان ايام الخير ياما، والحاجه كانت رخيصه وكان في بركه. لكن دلوقتي بقى كل حاجه غلت، هنلحقوا منين يعني؟ ما انت لو مش ماسكه الفلوس في ايدك كده ومثبته عليها كان هيبقى في بركه برضه. يا بنت انت بس على الفلوس يا بنت، ما انا انا مش بعمل بس على لكم الفلوس، انا لعيالكم عايزه يا العيال بنت. ياكلوا، وانا ما عامله على انا عيال، وانا عامله على نفسي. يا بنت انا بكره هموت بعد الشر عليك، ما تقوليش كده، بس شايفه العيال عاملين ازاي؟ ده ما فيهمش يعني، ده وشهم ما فيهوش دم خالص. بكره هتجهزوا العيال، تجهزوهم من انا الا من القرشين اللي انا بحوشه من جري جوازكم. ماشي، ربنا يخليك يا حماتي، ربنا يخليك. ماشي يا اختي يا ام لسانيه. هي اللي فيها شغل. بطلي بس بتعملي، احمد ربنا. يلا مشي نجري، شوفي شغلك ماشي وشوفي يا عادك. حماتي، ماشي. يلا ماشي. انا شوفي رايحة اللي أشوف وراكي اللي يلا. ورايا. ماشي. ما انا هقوم انا اجيب البيضه اهوت، ان كنت عايزه بيض انت ولا سلفتك. يلا هاتوا فلوسه يلا وتعالوا خدوه. انتوا ما تقولوا لي ما طب بناكلش فين لحمه. الفلوس اللي معانا؟ طيب خدوا هو بيه. انتوا مدينا فلوس؟ ليه هو جوزك ما والله. بيشتغلش؟ القرشين اللي بيديهم له كل اول شهر، انت يا بنت ما بتاخديش حاجه كده من وراه. والله ما باخد
باخد خالص، وانت عارفه عني برضو ان انا كده. يا شيخة. والله ما باخد ولا بمد ايدي خالص. امال انت بتشتري بالفلوس بتاعه الفراخ البيض بتاع الفراخ اللي انت والله بتاخدها جايباها من مني؟ امي، ربنا يخلي له امي، هي اللي مدياهم. اه. امك. اه. يا اختي امك بتديك قوي، اصل امك لاقيه تاكل. ايوه لا يا امك جد. لاقيه تاكل يا اختي. امي بتديني لما يا هتديكي امي. كمان. زي ما انت ما بتدي لعيالك البنات كده، امي بتديني. ما تبص اه. بس على عيال البنات. ايوه. روحي اجري شوفي نفسك يلا، وشوفي شغلك وشوفي مصلحتك. ما انا جري رايحه يلا. اهو. ما تقعديش تساري انت وسلفتك وتشوفي وتسيبي الشغل اللي وراك. خلصوا اللي وراكوا كله يلا، وتنزلوا كل واحدة مقشة، وتمسكوا الشارع كله من اوله لاخره، تخلوه فله وترشوه مي. هو انت ما بيهونش عليك تشوفينا قاعدين شويه؟ حتى لو تشوفينا فاضيين تقولوا لنا انزلوا في نص الشارع، حرام عليك. يا اخت الناس تخش عندنا تقول ايه؟ ما فيهوش بشاش. نسوان. الشارع والبيت وكله يتكنس ويترش مي، خلوا دخلة البيت حلو كده. ماشي يا حماتي. يلا يا اخت انت وهي نجر. ماشي. يلا يا حبيبتي. يلا ما تقفيش تحكي معايا وتسيبي شغل، يلا ياما بالسلام. ماشي. حبايب قلبي، اول حاجه عايزه كل الكومنتات تصلوا فيها على النبي. بالله عليكم ما حد يشتمني. اشتموا بس الحما الشريره. انا اولا ما خلفتش صبيان، انا معايا 4 بنات بالصلاه على النبي زي العسل. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. الحكايه دي بجد حصلت، اقسم بالله يا جماعه. حمد صاحبتي كانت بتروح، صاحبتي راحت اشترت الفراخ، واول الفراخ ما كبرت وبدات تبيض، خدت الفراخ منها وبقت تبيع لها البيت هي وسلفتها، وماسكه عليهم يعني مسكان ما اقولكوش. وصاحبتي دي وسلايفها عيالهم دلوقتي متجوزين، ولسه حماتهم عايشه لحد النهارده، ولسه ماسكه عليهم برضو لحد النهارده. وعيالها برضو الصبيان بيروحوا برضو يشتغلوا ويجيبوا الفلوس، هي تاخد منهم الفلوس. وفيه من عيالها ما بيشتغلش وبتقسم معاه جري اخواته. فرسالة مني لكل واحدة حما، يا ست الكل يا ست الستات، يا ريت ما تاخديش من جري عيالك الصبيان الرجالة. جري عيالك ولادهم أولى بيه، ولادهم أولى بيه. بصوا انا قاعده لوحدي، انا حماتي ميته. الله يرحمها الله يرحمها ويحسن اليها، الله يرحمها يا رب، ويغفر لها ويسامحها ويرحم امواتنا كلها. فيا ريت الرساله توصل صح. السلام عليكم ورحمه الله. كمان حاجه كلمه، يعني بعد عمر طويل خلوهم يقولوا الله يرحمها، الله يرقتها في الجنه ونعيمها. ده كانت مش مخلينا عايزين حاجه، ما كانتش مخليه حاجه في نفسنا. ما تخلوهمش يقولوا بقى هم ونزاح، يقعدوا بقى ما يفتكرولكيش حاجة حلوة، لا خلوهم يفتكروا لك الحلو. يفتكروا اللي انت كنت بتجيبي لهم كل حاجة حلوة، وتجيبي لهم الفاكهة، وتجيبي لهم الحاجات الحلوة كده، وتديهم هم وولادهم ياكلوا. ما يفتكرولكيش بقى المسكان بتاعك كده والحاجات اللي هي ما يعلم بقى الا ربنا. يلا يا حبايب قلبي، استودعكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي بقى كلكم يا حلوين. باي باي.